السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه، رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والهنا والتيسير وراحه البال، وان شاء الله بكل ما تمنيتوا يا ربي. بمناسبه هذا الشهر الكريم كنقدم لكم الشباكيه من المعسلات الرمضانيه اللي ما كتخطى حتى دار مغربيه. الحمد لله. كل شيء كتعجبو، كل شيء كيبغيها يعني، وكتكون حاضره في المائده الرمضانيه. فكنقدمها معكم بطريقه اللي هي سهله بسيطه، ما تمحنكمش، كتجي مجعبه شاربه العسل، وكتجي بنينه بزاف. وحتى طريقه التقديم فكنعطيكم هذا الاقتراح هذا، فكنتمنى تعجبكم الوصفه. والى عجبتكم الوصفه فما عليكم الا تبارطاجيوها مع حباكم صحابكم والناس اللي كتعرفوا، علاش لا، في مواقع التواصل الاجتماعي. وغادي نخليكم مع طريقه التحضير، مع المقادير وطريقه التحضير. فقط كملوا لا فيديو حتى الاخير الا بغيتوا ديروا هاد الشباكيه هادي وتجيكم ناجحه بحال اللي جاتني انا، وتجيكم مجعبه وشاربه العسل. فتبعوا لا فيديو حتى الاخير. غندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. هنايا المقادير راني حطيتهم. المهم غادي نستعملوا اول حاجه المهم الدقيق بالنوع الممتاز. انا كنستعمل باريلا، بالنسبه للاخوات اللي متواجدين في الديار الايطاليه باريلا احسن مكان في الدقيق. هنايا عندي 2 كيسان ديال اللوز مطحون مزيان، 2 كيسان ديال الزنجلان مطحون مزيان، مع شويه ديال الدقيق. عندي خميره حمراء، عندي هنايا مليحه، 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه، 2 معالق كبار ديال النافع، بسباس، القرفه. وبالنسبه للدقيق فانا هنايا كنخدم ب2 كيلو ديال الدقيق. انا هنا درت معكم نص المقادير اللي هما كيلو باش يجيكم سهل، ولكن انا كندير 2 كيلو باش كتجيني مزيانه. هنايا كنشد دوك المقادير كاملين اللي سبق لي قلت لكم. دابا غادي تلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. هنايا كناخذ هاد المقادير كاملين وكنبسبسوهم مزيان كما كتشوفوا، كنعطيهم الخاطر هكا كتبسبسوهم مزيان. المقادير نعاودهم معكم. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، عندي 2 كيسان ديال اللوز مطحون، عندي 2 كيسان ديال الزنجلان مطحون، عندي خماره حمراء يعني من وزن 7 غرام، عندي انا ما كنديرش خميره معجونه، 2 معالق ديال حبه حلاوه، 2 معالق د النافع، 2 معالق ومعلقه كبيره ديال البسباس البلدي مطحون، عندي معلقه ديال القرفه، عندي المسكه الحره، وقبيصه د الملحه. هادو هما المقادير اللي استعملت في هذه الوصفه. كتجي مقومه، كتجي بنينه بزاف، مقومه مزيان، وكتجي يعني بنينه بنينه. فكنت كما قلت لكم كناخذ هاد المقادير كنبسبسها مزيان مزيان، من بعد كناخذوا وكنغربلوهم. كناخذوا هاد المقادير كامله وكنغربلوهم، يعني كتغربلوهم مزيان باش يعني دوك الشوائب داك اللوز اللي كيبقاو شي طريفات ما مطحونينش، واخا انا طحنتهم مزيان ولكن ضروري كيبقى لكم باش كتصفيو كلشي. الزنجلان كنطحنوا بشويه ديال الدقيق باش كيتطحن لكم مزيان، وكتغربلوا كلشي، ولكن ضروري واخا كنطحنوا كلشي وكنغربلوا كلشي ولكن ضروري كيبقى لنا شويه ديال الشوائب. كناخذوهم وكنوليو نطحنوهم وكنضيفوهم على ديك الخليط ديال الشباكيه، يعني حتى حاجه ما كتلاح. هانتوما غادي تشوفوا شحال كيبقى هنايا، راه كيبقى الخير والبركه. فكناخذهم انا كنطحنهم وكنزيدهم حتى هما. فهنايا كنخلط مزيان كما قلت لكم. كناخذ كاس ديال الزبده الممتازه كندوبها حتى كتولي هكا بورنوازيت. هنا ما بيناش مزيان في لا فيديو. هنايا كناخذ، وهنايا عندي كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت بلديه والزيت روميه. بالنسبه انا قلت لكم هنايا درت الكيلو ديال الدقيق. فكتشدوهم كتبسبسوهم مزيان 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 بيديكم حتى كتدخلوا ديك الزيت والزبده. كندخلوهم مزيان في يعني في هاد الدقيق، في هاد المقادير هادو اللي درنا. نتوما هنايا الا بغيتو ديروا نص كيلو ديروا نص كيلو، بغيتو ديروا كيلو كما درت انا ديروا كيلو، المهم لكم حريه الاختيار. انا كنقومها الصراحه مزيانه. تقولوا لي كثرتي فيها القوام، انا كنقومها كتجيني بنينه. ما نكذبش عليكم كتجيني مقومه، كتجيني على حقها وطريقه، يعني الشباكيه ديال على حقها وطريقه كتجي زوينه بزاف، لذيذه ومقومه، يعني كتذوقيها كتحسي المذاق ديال القوام. فهنايا كنبسبسها مزيان حتى كيتجمع لي. كنجمع هذا الخليط بيدي كما كتشوفوا. صافي كنشد هنايا السلوفان
وكنديرو على هاد القصيعه وكنبيتها ليله كامله. لغد ليه عاد كنعجنها صافي وكنكمل الخدمه ديالي باش كان هكا كنسهل عليا الخدمه. فانا غادي نجمع ديك الروينه اللي بقات صافي، ولا غدي الصباح ان شاء الله غادي نرونها. فهنا البنات الصباح كان المهم الصباح انا كنعجنها. هنا كان عندي بالنسبه للعجينه باش كنعجنها عندي هنايا كاس ديال ماء دافي مذوبه فيه 2 دويمات ديال الزعفران الحر، وعندي هنايا ربع كاس ديال الخل، عندي صفر بيضه، وعندي هنايا تشوفوا ما زهر قليل. هنايا درت نص كاس ديال ما زهر فيه القطيرات ديال الروح ديال الزهر. الروح ديال الزهر كناخذو من اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات، فكناخذوه عندهم. كتاخذوا القياس اللي بغيتو نتوما، يعني بحال الغرام صافي كتاخذوه وكديروا منه شويه حيت هو مجهد بزاف، فكتديروا منه واحد الكميه هكا كيجيكم حتى في الشباكيه المذاق زوين وكتستعملوه في الحلويات كاملين. المهم نتوما ضروري داك الزهر، الروح ديال الزهر كيكون عندنا في الدار. فهنا انا جبته من المغرب الصراحه، ما شريتوش من هنايا، انا جبته من المغرب. المهم كنديروه مع نص كاس ديال الزهر ما زهر، مع قلت لكم معلقه بحال هكا راس معلقه ديال الروح ديال الزهر، كيكون حيت هو كيكون مجهد. صافي كنبدا نعجن مزيان هاد المكونات هادو حتى كينسجموا، ولكن الخليط يكون قاصح البنات، ضروري هنا الخليط يكون قاصح. فهنا ما كفانيش داك الماء، كنزيد واحد شويه ديال الماء نيت في داك الكاس اللي بحال اللي كنشلو به داك الكويس. فكناخذ منه كناخذو كنضيف فيه شويه د الماء دافي كذلك، وكنكمل به الجميع ديال العجينه. صافي هنا البنات كنجمعوا ديك العجينه كنخليوها قاصحه ولكن في نفس الوقت كتكون رطبه. هنايا كتجيكم سهله اصلا في الدليك. فهنايا كما قلت كما شفتوا راها قاصحه باش كتجيكم يعني كتجيكم معلكه. فكنغطيها هنايا بالسلوفان وكنخليها ترتاح واحد الساعه المكانه هكاك، وكندوز كنشكلها يعني كويرات على هذا الشكل. راه حتى التشكيل ديالها كيجي صعيب ولكن راه كتجي بنينه الصراحه. هي راه اش غنقول لكم، الا قلت الا خدمتوها بهذه الطريقه راه تجيكم يعني ناجحه، ولكن خاصكم تخليو العجينه كما قلت لكم قاصحه. صافي هنايا كنكمل انا وكنخليهم هاد الكرات كيخليهم كيرتاحوا مزيان، ومن بعد هكا واحد الساعه المكانه كذلك اولا نص ساعه الا كنتم مزروبين نص ساعه كافيه. صافي كنغطيهم وكنخليهم يرتاحوا. فهنا خليتهم يرتاحوا كما كتشوفوا حتى كيوليو هكا طريين رطبين وساهلين يعني تطلقوا. من بعد كناخذهم كنطلقوهم هكا بالدلاك، كنطلقوهم على هذا الشكل كما كتشوفوا. كناخذهم كنطلقوهم على هذا الشكل. يعني كما قلت لكم راه العجينه قاصحه ولكن كتجي ناجحه. كنطلقهم على هذا الشكل، كنشكلهم بحال مسمنه على هذا الشكل هذا، وكنزيد نطلق بالدلاك وكنولي نشكلها كما قلت لكم على شكل مسمنه. كما كتشوفوا العجين راه قاصح صراحه، راه كطيح الكتاف ولكن كتجي بنينه. حتى حاجه ما سهله. المهم الحاجه اللي مزيانه كامله، الحاجه اللي زوينه ولذيذه راه كتاخذ شويه د الوقت وكتاخذ مجهود، ولكن كيكون كتحطيها لضيافك يعني بوجهك احمر. فهنايا كما قلت لكم كنكمل هاد الكميه كامله. كما كتشوفوا انا راه سبق لي حضرتهم، كنخليهم يرتاحوا هكا واحد الساعه المكانه كذلك اولا نص ساعه الا كنتم مزروبين. فمن الاحسن تخليهم شويه يرتاحوا لان ما فيهمش الخميره، ما تخافوش منهم. انا ما كنديرش فيهم الخميره باش ما تجينيش مبوقه بزاف وما كتجينيش هشيشه بزاف، يعني يعني كتجيني بحال اللي كتاكلي العجينه. المهم نتوما راه غتفهموني اللي كديروا فيها الخميره ما كتجيش الصراحه زوينه. المهم صافي هنايا كنكمل هكا كنخليهم كما قلت لكم يرتاحوا، كنغطيهم كذلك وكنخليهم يرتاحوا. من بعد كندوز كنشكلهم. انا هنايا كنطلقها هكا بالدلاك طويله كما كتشوفوا، ومن بعد كندوزها في الماكينه. فضروري البنات الماكينه تكون عندكم، ما كانش عندكم ماكينه فديروها طلقوها يعني طويله عريضه، المهم طلقوها نتوما على الشكل اللي بغيتو. صافي هنايا كنقطعها على هذا الشكل هذا
وبالنسبه للتشكيل ديال الشباكيه انا غادي نوريكم طريقه اللي هي سهله. انا كندير واحد الكميه كثيره هكا، كنطلقها مزيان وكنديرو عاد كنولي نشبك، عاد كنجلس كنولي نشبك، يعني كتجيني هاد الطريقه سهله وكتجيني يعني كنزرب فيها. فهنا غادي ندير لكم الطريقه ديال كما كتشوفوا. هذه هي الطريقه ديال التشباك، ما نقدرش نشرحها لكم فمي يعني شويه ما نعرفش، ولكن هكا بيدي كتجيني سهله. فالمهم انا غادي نخليكم مع الفيديو وتشوفوه مزيان، يعني طريقه اللي هي سهله سريعه 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 بزاف. كتجبدوها بعدا شويه هكا وكتاخذوا دوك الاشرطه، المهم كتقلبوهم هكا وتجمعوا من التحت وكتطلقوها. يعني راه الطريقه راها واضحه، ما نعرفش انا نشرحها لكم ولكن راها واضحه في الفيديو، فدرت لكم اكثر من وحده باش تبان لكم الطريقه. راني سبق لي درتها معكم طريقه يعني مبسطه في واحد الفيديو، دابا نحطو لكم حتى هو، ويعني شوفوا الطريقه ديال التشباك اللي هي سهله وكتجي زوينه. هاد الطريقه هذه ديال التشباك الصراحه كتجي ديك الورده زوينه 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 بزاف. صافي ملي كنكمل هاد الكميه كنخليها حتى كتنشف مزيان، ومثلا الا درت انا في الصباح كنقليها انا في العشيه. صافي هنايا كنبدا نقلي على هذا الشكل حتى كيذهب اللون ديالها. ردوا البال البنات للقلي، تبقاو تحركوها وتقلبوها مزيان باش كتذهب لكم وكتاخذ لكم اللون موحد. صافي هنايا كنبدا ننزلها في العسل، كنصفيها مزيان كتستقطر مزيان وكنبدا ننزلها هنايا في العسل. صافي كنغطسوها في العسل كنخليوها حتى كتشرب العسل مزيان وكنصفيوها وكندوزو كنقدموها وبصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا. المهم هنايا كنزينها البنات باللوز. انا هنايا حيت دايره الشباكيه ديال اللوز فكنزينها هنايا باللوز وشويه ديال الزنجلان هكا من الفوق وصافي. ولكن احسن حاجه يعني كنزينها هكا باللوز، كتجي اصلا راقيه في المنظر وكتجي حتى ديك البنه ديال اللوز كتزيد تعطيها بنه. كتجي هنا مجعبه كما كتشوفوا مجعبه، كتجي بنينه معلكه ولكن ماشي رطبه 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 بزاف يعني بحال اللي كنشريو، لا كتجي هذه مع فيها اللوز كتجي ما نقولش لكم كتجي واحد المذاق فيها رائع رائع رائع. فكنتمنىكم فقط تجربوها وتردوا عليا. وبالنسبه لطريقه الزين كتزينوها بشويه د الورد شويه د اللوز، المهم نتوما لكم الحريه الاختيار. وبالنسبه اللي بغى يزينها بالزنجلان يزينها بالزنجلان، فانتوما لكم حريه الاختيار. والتقديم كيبقى لكم، يعني نتوما مبدعات النساء المغربيات كلهم مبدعات ما شاء الله عليهم. فكنتمنى الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم. والا عجبتكم الوصفه فما عليكم الا تشاركوها مع احبابكم وصحابكم والناس اللي كتعرفوا عائلتكم، وعلاش لا في مواقع التواصل الاجتماعي. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.